هذه المدينة عندها تاريخ عريق، أسوارها كتحكي قصص الصمود والتجارة. This city breathes history, every stone has a story, and the light always. هل تعلم أن مدينة الصويرة المغربية كانت ذات يوم واحدة من أهم الموانئ التجارية في العالم؟ لنكتشف معا تاريخها المليء بالأسرار والثقافات المتعددة. تقع مدينة الصويرة على الساحل الأطلسي للمغرب، وهي واحدة من أكثر المدن سحراً وجمالاً. يعود تاريخها إلى قرون عديدة، حيث كانت تعرف في الماضي باسم موغادور، وهو الاسم الذي أطلقه عليها البرتغاليون عندما احتلوها في القرن السادس عشر. لكن المدينة كانت موجودة قبل ذلك بكثير، حيث يعتقد أن الفينيقيين استخدموها كميناء تجاري منذ آلاف السنين. في القرن الثامن عشر أعاد السلطان المغربي محمد الثالث بناء المدينة بشكل كامل، حيث أراد أن يجعل منها ميناء تجاريا رئيسيا يربط المغرب بأوروبا وإفريقيا. لهذا السبب تم تصميم المدينة بأسوار ضخمة لحمايتها من الهجمات البحرية، ولا تزال هذه الأسوار قائمة حتى اليوم كشاهد على عظمة التاريخ. من أشهر معالم الصويرة هي السقالة، وهي منصة مدفعية قديمة تطل على المحيط، وكانت تستخدم للدفاع عن المدينة. كما تشتهر المدينة بأزقتها الضيقة والمتعرجة، والتي صممت بطريقة تجعل الرياح القوية التي تهب على المدينة لا تؤثر على الحياة اليومية للسكان. الصويرة أيضاً معروفة بكونها مدينة الفنون، حيث استقطبت العديد من الفنانين والموسيقيين من حول العالم، خاصة في مهرجانها السنوي الذي يجمع بين الموسيقى العالمية والمحلية. ولا ننسى الميناء القديم الذي لا يزال يعج بالنشاط حتى اليوم، حيث يمكنك رؤية الصيادين وهم يعودون بقواربهم محملة بالأسماك الطازجة. باختصار، الصويرة ليست مجرد مدينة ساحلية جميلة، بل هي لوحة فنية تجمع بين التاريخ، الثقافة، والطبيعة الساحرة. ما هو أكثر ما يعجبك في مدينة الصويرة؟ هل زرت المدينة من قبل؟ شاركنا تجربتك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة لمزيد من الحكايات المثيرة. جميع الصور والنصوص وسيناريو هذا الفيديو تم توليدها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وقد تظهر بعض الأخطاء في النطق أو في الصور، لكننا اخترنا أن نعرض لكم الصورة كما هي بدون تعديل، لنحافظ على الطابع الخام للتجربة.